استيقظ الجزائريون هذا الصباح على خيبة أمل كبيرة بعد ليلة كانت عسيرة لهم نتيجة الأداء الباهت الذي ظهر عليه محاربو الصحراء وتعادلهم أمام منتخب الزيمبابوي في مباراة كانت على الورق لصالح الجزائر. الجماهير الجزائرية حتى وإن أبدت خيبتها إلى أنها ما تزال تعلق آمال على هذا الجيل. ما كناش نتوقعوا المنتخب زيمبابوي بهذه الدرجه، كنا نتسناو في المنتخب الوطني يعطي اكثر. هي المقابله تاع البارح كنا نستناو في النتيجه اكثر، باسكو منتخب زيمبابوي ماشي قال منتخب راقوي بزاف، ولا كنا نستناو في النتيجه احسن واحسن. كان ماتش مخيب الامال ومخيب الانصار، كنا نستنوا في نتيجه كبيره. شغل كي نشوفوا المنتخب الوطني كان الميطون الاول ما لعبش مليح كاع، كان غائب عن المباراه، لكن بين شويه بلاصتو وبفضل محرز بين بلاصتو شويه بلي مازال كاين المنتخب الوطني ومازال عندنا الامل فيه ان شاء الله. وسائل الإعلام الجزائرية الصادرة اليوم أشادت بمجهودات كل من لاعب رياض محرز والحارس رايس مبولحي اللذان أنقذ الخضر من هزيمة النكرة. والمحطة المهمة بحسب المتابعين ستكون أمام منتخب تونس المتعثر أمام السنغال. نعم، المباراة الثانية أمام منتخب تونس. أولا الناخب الوطني يعرف جيدا التشكيلة التونسية، لا تخفى عليه شيء في تشكيلة المنتخب التونسي، يعرف جيدا منتخب تونس باعتبار أنه دربه، بالإضافة إلى يعني الهزيمة غير المنتظرة كذلك، أو الهزيمة في المباراة الأولى لمنتخب تونس، وهو ما يعطي دفع للمنتخب الوطني للفوز في المباراة الثانية وعدم انتظار منتخب السنغال الذي سيكون الشبح الأسود في هذه المجموعة. الجزائريون يدركون أن التعثر أمام زيمبابوي ليست النهاية، ففي 2010 انهزم الخضر في مباراة الأولى أمام منتخب مغمور اسمه مالاوي، ومع هذا استطاع الوصول بعدها إلى الدور النصف النهائي، وهي محطات ما زال الكل هنا بالجزائر يستحضرها. التعادل الإيجابي بطعم الهزيمة الذي حققه المنتخب الجزائري في أول مباراته في الكان لم يفقد آمال الجماهير الجزائرية في العودة بقوة، خصوصا في المباراة الثانية ضد نسور قرطاج. حسين بوصالح، بي إي سبورتس، الجزائر.